بيبدأ الفيلم في قرية صغيرة في شهر نوفمبر سنة 1987. البنت دي اسمها جويس بتتمرن في مستشفى صغيرة كممرضة عشان تدخل كلية التمريض، وده ستان أبوها. جويس بيتها بعيد عن المستشفى، فبتضطر كل يوم تركب مع أي عربية معدية من على الطريق لأن المواصلات قليلة جدا في البلد. والمرة دي وهي رايحة المستشفى وقفت عربية مقفولة عشان توصلها والسواق وافق. بس بعد ما بتركب بلحظات بنسمع صوتها وهي بتصرخ. تاني يوم البوليس بيلاقي جثة جويس مرمية جنب النهر، وبيكون عليها آثار تعذيب وجروح باستخدام آلة حادة زي قصافة الأسلاك. وواضح إن القاتل كان رابط إيديها ورجليها بشريط لاصق وحاول يخنقها بحاجة رفيعة زي السلك. لكن سبب الموت الرئيسي هي ضربات على الراس بجسم تقيل زي الشاكوش. والبوليس بيعرف من خلال التحقيقات إن جويس كانت بتشتغل في الدعارة من ورا أبوها، وكانت مفهماه إنها بتشتغل في مستشفى صغيرة، وكانت بتقف كل يوم على طريق اسمه رود 60 عشان تجيب زباين من على الطريق، والمكان ده بتقف فيه أغلب البنات اللي شغالين في الدعارة في البلد. وكبير المحققين ديفيد بيطلع انه عارف ستان ابو جويس، فبيروح له بيته وبيعرفه اللي حصل. وستان بينهار من العياط على موت بنته وعلى كمان شغلها اللي كانت مخبيه عنه. بننتقل بعد كده لشهر 6 سنة 1988 في حفلة ترحيب بدفعة جديدة من ضباط الشرطة في البلد، وكل واحد بيكون مع أهله بيحتفلوا بيه ما عدا ليندا. وليندا هي واحدة من الضباط اللي لسه متخرجين، وبنعرف من كلام المحقق ديفيد معاها إنها بنت صاحبه وكمان شريكه في التحقيقات لأكتر من 20 سنة، وكانت بتشتغل سكرتيرة عند ديفيد في القسم قبل ما تتخرج من كلية الشرطة. وليندا أبوها مات وهو في الخدمة، وأمها كارول من ساعتها سابت البلد ونقلت مكان تاني. وكانت عايزة كمان بنتها تسيب شغل البوليس اللي خد منها جوزها، بس ليندا رفضت وصممت إنها تفضل في البلد وتشتغل في البوليس زي أبوها. ولما كارول أمها عرفت إن ليندا قررت تنضم للبوليس قطعتها وما بقتش بترد على مكالمتها. بعد كذا يوم الصحافة بتكتب عن تطورات قضية جويس، والبوليس ما بيكونش لسه وصل لأي دليل على القاتل أو أي حد مشتبه فيه. وستان أبو جويس بيروح لديفيد القسم وبيزعق له إنه ملقاش أي حاجة في قضية بنته، وبيلومه هو والبوليس إنهم مش مهتمين بالقضية لأن الضحية كانت شغالة في الدعارة. وديفيد بيقول له احنا بنبذل أقصى جهدنا بس مفيش قدامنا أي دليل. وكمان طبيعة شغل جويس مصعبة الموضوع لأن القاتل ممكن يكون أي زبون عابر كان معدي. بعد كده ديفيد بيدي قضية لليندا عشان تشتغل عليها، وهي بتكون متحمسة جدا إنها تبدأ شغل. لكن لما بتوصل لمكان البلاغ بتطلع إن القضية هي مشكلة بين اتنين جيران على صندوق بريد، فبترجع القسم محبطة لأنها حاسة إنها بتعملش حاجة وقاعدة في القسم على الفاضي. وديفيد بيجيله بلاغ إنهم لقوا جثة، وبيروح لمكان الجثة، وبتطلع فتاة ليل مقتولة بنفس الطريقة اللي اتقتلت بيها جويس، وبيلاقوا على جسمها بقايا فايبر لونه أزرق من سجادة أو موكيت، ودي كمان نفس البقايا اللي لقوها على جثة جويس. وما بيكونش في المكان أي دليل على القاتل غير آثار كاوتش شاحنة. وبالليل ليندا بتعمل لازانيا على طريقة أمها وبتكلمها في التليفون، بس أمها ما بتردش عليها، فليندا بتسيب لها رسالة. وبتسمع في الراديو ديفيد وهو بيتكلم عن قضية البنتين مع الصحافة. تاني يوم ليندا بتروح القسم وبتدي لديفيد اللازانيا كرشوة يعني عشان يخليها تشتغل على قضية القاتل، بس ديفيد بيرفض لأنها لسه متخرجة جديد وقضية زي دي هتكون خطر عليها. وبيدخل ديفيد مكتبه وبيلاقي عميل الاف بي اي كارتر مستنيه. وديفيد كان بعت رسالة للاف بي اي وقت جريمة جويس بس ما جالوش رد، ومن ساعتها هو عمال يبعت في رسايل، واخرهم كانت رسالة امبارح بالضحية الجديدة. فقام مكتب الاف بي اي بعت كارتر عشان يتابع القضية، بس كارتر لسه عميل مبتدئ، والاف بي اي مديون له مهلة ايام قليلة عشان يشوف موضوع القضية وعشان يخلي ديفيد يبطل يبعت لهم رسايل. وديفيد بيخرج ليندا بره المكتب وبيحكي لكارتر عن الجرايم وبيقول له ان ده قاتل متسلسل لان البنتين ماتوا بنفس الطريقة، ووريله صور الجثتين. بس كارتر بيقول له عشان الاف بي اي يعتبره قاتل متسلسل ويوافق يشارك في القضية لازم يكون موجود على الاقل 3 ضحايا. بننتقل بعد كده لمنطقة رود 60. واحدة من البنات بتركب مع زبون في عربية زرقاء زي اللي جويس ركبت فيها، وبتكون هي عربية القاتل. وبتلاقي في العربية صندوق فيه أسلاك وشاكوش، فبتخاف وبتحاول تنزل من العربية بس هو بيمنعها وبيقفل الباب وبيمشي بيها. تاني يوم ليندا بتسمع كارتر بيتكلم مع ديفيد عن القضية، وبيقول له إنهم ممكن يخلوا واحدة من الضباط البنات اللي عندهم تنخرط وسط البنات اللي في المكان على إنها شغالة في الدعارة زيهم، وتحاول تشوف إن كان في حد مشتبه فيه بيتردد على المكان كتير. بس ديفيد بيقول له احنا ما عندناش اي حد متدرب على مهمات زي دي. وهما بيتكلموا بيجي لهم بلاغ بالضحيه الثالثه، فبيخرجوا عشان يروحوا عند مكان الجثه. وليندا بتجري ورا ديفيد وبتقول له انا سمعت الكلام اللي قاله كارتر وانا عايزه اقوم بالدور ده. بس ديفيد بيرفض وبيقول لها انت لسه متخرجه يا دوب خدت شويه تدريبات بسيطه، ورافض انها تشترك في حاجه زي كده. وبيوصل ديفيد وكارتر مكان الجثه، وبتكون هي البنت بتاعت امبارح ومقتوله بنفس الطريقه اللي ماتت بيها البنتين. وكارتر كده هيفضل موجود في البلد لغايه ما يخلصوا القضيه لان كده خلاص بقت قضيه قاتل متسلسل، والاف بي اي هيشارك البوليس في التحقيق. وليندا بتيجي وراهم وبتقول لديفيد انا لازم اقوم بالدور ده، محدش تاني موجود اصلا عشان يساعدنا، وبتصر عليه انه يوافق. وكارتر بيقول له احنا هننفذ الموضوع بشكل امن وهناخد احتياطاتنا متقلقش عليها. وديفيد في الاخر بيضطر يوافق. بعد كده في الاسم ليندا بتكون متحمسه جدا لان دي اول عمليه ميدانيه ليها، وبتجرب كذا باروكة شعر وطريقه لبس عشان تكون شبه فتيات الليل.
وكارتر وديفيد بيقولوا لها إنها هتروح هناك فترة مؤقتة وهتحاول تنخرط وسط البنات، يمكن تعرف منهم أي معلومة، وهتخلي المسدس بتاعها معاها. ولما زبون يجي لها هتحاول تفتح معاه كلام زي مثلا اسمه أو بيشتغل إيه أو عنده كام سنة، لأن أي معلومة صغيرة ممكن توصلهم من القاتل. والمواصفات الأولية اللي عندهم من القاتل هي إنه بيسوق عربية كبيرة وموجود فيها سجاد لونه أزرق، وشاكين في موضوع السجادة بسبب الفايبر اللي كانوا بيلاقوه على الجثث. وممكن كمان يكون شغال في مجال البناء أو أي حاجة بتستخدم معدات ليها علاقة بالكهرباء والمعدات اليدوية. وبيأكدوا على ليندا إنها ما تركبش مع أي زبون العربية خالص تحت أي ظرف، وتعمل مثلا إنها مش عاجبها الزبائن اللي بيجولها، ومن وقت للتاني هم هيبعتوا لها حد من الاسم يمثل إنه زبون وتركب معاه العربية بتاعته عشان البنات اللي حواليها ما يشكوش فيها. وديفيد وكارتر هيكونوا مراقبينها على طول من بعيد، وهيركبوا لها جهاز تنصت عشان يبقوا متابعين معاها. وليندا بتروح المكان اللي البنات بيقفوا فيه، وبيكون المكان هو قدام مطعم على الطريق، وبتتعرف على بنت هناك اسمها شيلي. وليندا بتقدم لها نفسها على ان اسمها تيرا، وبتقول لها انها ساكنه في منطقه على اول الطريق. وشيلي بتسالها عن مكان شغلها قبل كده لانها اول مره تشوفها هنا. وليندا بتقول لها انها كانت شغاله في مكان تاني بس ما عجبهاش المكان فقررت تنقل. وبتيجي واحده زميله شيري اسمها كريستال، وما بتكونش حابه وجود واحده تانية جديده في المكان. وبعد شويه بيجي زبون لليندا وبتحاول تفتح معاه كلام بس بيطلع عصبي وبيزعق لها، فشيلي بتيجي وبتمشيه وبتعرفها ان ده اسمه ريد ساكن في اخر الطريق وهو على طول عصبي كده. وبيعدي اسبوع من غير اي تقدم، وليندا ما بتكونش عارفه لسه اي معلومات. وديفيد بيسال كارتر عن تحاليل الدي ان ايه وان كانت هتفيدهم في القضيه ولا لا، لان في الثمانينات كانت النوع ده من التحاليل لسه جديده. وكارتر بيقول له احنا لسه بادئين في موضوع تحليل الدي ان ايه قريب، وحاليا لو لقينا دم في عربيه القاتل نقدر نقارنه بدم الضحايا ونشوف ان كان مطابق ولا لا، بس حاجه زي دي ممكن ما تعتبرش دليل لان تقنيه الدي ان ايه لسه جديده. بعد كده ليندا بتشوف عين كريستال ورمة وبتعرف انها كانت مع ريد امبارح وهو اللي عمل فيها كده، وبتشك ان ريد هو القاتل. بتسأل كريستال إن كانت بلغت البوليس عنه، فكريستال بتقول لها بوليس إيه اللي بلغه؟ البوليس مش هيعبرنا وإحنا بالنسبة لهم مش بشر أصلا. وشيلي بتقول لها أنت لسه جديدة، أي واحدة مننا ممكن تركب مع حد ويقتلها ويرميها ولا حد هيسأل فيها أصلا، زي ما حصل مع دانيال اللي ماتت، ركبت مع حد وما رجعتش وأنا ما قلتش للبوليس لأنهم أصلا ما فكروش يسألونا. وليندا بترجع الاسم وبتكون عايزة ديفيد وكارتر إنهم يعرفوا البنات إن البوليس مهتم بيهم وشغال على القضية. بس كارتر بيقول لها إنها لو كشفت تخفيها وعرفت البنات هيسيبوا المكان وهيروحوا مكان تاني والقاتل هياخد باله والقضية كلها هتبوظ. وبالليل ليندا بتفضل تفكر في كلام شيلي، فبتروح للمزرعة اللي عايش فيها ريد على أمل إنها تلاقي حاجة هناك لأنها بتشك فيه. بس ريد بيشوفها وهي داخلة وبيجي وراها وبيحاول يهجم عليها بس ما بيشوفش وشها، وهي بتقدر تهرب منه وبتجري بعربيتها. وهي ماشية بيكون القاتل راكن بالعربية بتاعته على جنب وليندا ما بتاخدش بالها منه. ولما بترجع البيت بتكلم ديفيد في التليفون وبتحاول تقنعه انهم لازم يعرفوا الناس اللي في البلد بشكل عام ان في قاتل متسلسل بيقتل فتيات الليل عشان يخلوا بالهم. وبسبب الحاحها كتير ديفيد بيوافق. تاني يوم ريد بيبلغ البوليس ان في حد حاول يقتحم مزرعته، وديفيد بيعرف ان ليندا هي اللي اقتحمت المزرعه لانها كانت متعصبه من ريد بسبب اللي عمله في كريستال، وبيزعق لليندا لانها خرجت عن الخطه وعرضت نفسها والقضيه للخطر. بعد كده ديفيد وكارتر بيروحوا لكريستال المطعم اللي جنب المكان اللي بتقف فيه عشان يسألوها لو تعرف أي حاجة ليها علاقة بالقضية. وكريستال بتكون مش طايقاهم لأن هي والبنات اللي زيها شايفين إن البوليس مش مهتم بيهم. بس كارتر وديفيد بيفهموها إنهم شغالين على القضية من فترة، وبيعرفوا منها إن واحدة من البنات شافت البنت اللي اسمها بريندا اللي هي الضحية التالتة وهي بتركب عربية لونها أزرق مع واحد، والكلام ده كان اليوم اللي قبل ما يلاقوها ميتة فيه. وقبل ما بيمشوا كريستال بتقول لهم بريندا وجويس اللي ماتوا كان لهم أحلام وكان نفسهم يقدموا في الجامعة. بريندا كمان كان عندها أطفال بترعاهم وكانت أم كويسة. وبالليل انت لما كانت واقفة مع البنات بتلاحظ عربية راكنة جنب المكان اللي بيقفوا فيه بس بتكون بعيد شوية، وكانت واقفة بقالها كذا ساعة، فبتبدأ تشك في العربية وبتروح عند السواق وبتطلع المسدس وبتنزله من العربية. وديفيد وكارتر بيجوا عندها وبيطلع الراجل ده هو ستان أبو جويس اللي هي الضحية الأولى. وبيروحوا كلهم مطعم وبيعرفوا إن ستان كان بيحاول هو كمان يلاقي القاتل، وكان بيراقب المكان وبيراقب فتيات الليل عشان يمكن يوصل لحاجة بس من غير فايدة ما قدرش يوصل لأي حاجة. بعد كده ديفيد كان عايز يلغي المهمة بس ليندا بتصمم إنها تكمل وبترجع المكان تاني. وديفيد بيقول لكارتر أنا وميرفي أبو ليندا كنا زملاء لمدة 20 سنة، وفي مرة كان في مجرم مغتصب بيهجم على بيوت وبيغتصب الستات، وأنا وميرفي كنا شغالين على القضية ولقينا المشتبه فيه بس ما كانش عليه أدلة كفاية، وميرفي كان متأكد إن هو المجرم فقرر إنه يراقبه بنفسه خارج ساعات العمل. والموضوع اتطور وبقى بيغيب عن الشغل عشان يراقبه وبقى مهووس بإنه يقبض عليه، لغاية ما في يوم ميرفي كان ماشي وراه بالعربية والمجرم فضل يلف طول اليوم بالعربية وميرفي وراه، لغاية ما المجرم وقف في إشارة مرور وميرفي نزل له والمجرم بصله وطلع مسدسه وانتحر. بعد كده جرايم الاغتصاب وقفت وطلع إن هو فعلا كان المجرم. بس ميرفي من بعدها مرجعش زي الأول لأنه ما قدرش يقبض عليه وياخد جزاؤه ومعرفش يجيب للضحايا حقهم. وبعد كذا سنة ميرفي مات، وأنا مش عايز اللي حصل لميرفي يحصل لليندا بنته. بعد كده العربية الزرقاء بتعدي من المكان قدام ليندا وهي بتحاول توقفه بس السواق ما بيقفش وبيعديها،
وبيرجع يلف من الشارع التاني وبيعدي من قدامها، بس برضه بيعديها تاني ومش بيقف. وليندا بتشتبه فيه إن هو القاتل لأنه سايق عربية زرقاء، فبتسيب المكان اللي هي فيه وبتبعد شوية عشان تطمنه، وفعلا بيلف وبيروح لها. وليندا بتفتح معاه كلام وبتسأله عن اسمه وبيشتغل ايه، فبيقول لها انه شغال كهربائي لكن ما بيعرفهاش اسمه. وليندا بتشوف في العربية صندوق فيه أسلاك وشاكوش، والعربية كلها بتكون متبطنة بسجاد لونه أزرق، وبتتأكد إن هو ده القاتل. فبتحط إيديها على باب جوه وبتحاول تطلع أجزاء من فايبر السجادة في ضوافرها. هو بيحاول يخليها تركب بس هي بترفض وبتقول له مرة تانية، فبيتعصب عليها وبيشتمها ويسيبها وبيمشي. بعد كده في القسم كارتر بياخد عينة الفايبر اللي ليندا جابتها عشان يقارنوها بالعينة اللي لقوها على جسم الضحايا. وتاني يوم كارتر وديفيد بيعرفوا اسم صاحب العربية من نمرة العربية اللي ليندا سجلتها، وبيروحوا عشان يراقبوه، وبيكون اسمه ويلسون، بيشتغل كهربائي ومتجوز وعنده بنتين. أما ليندا فبتكون بتراقب البنات من بعيد، وشيلي بتشوفها وبتعرف إنها بتشتغل مع الشرطة. وليندا بتعرفها إنها فعلا ضابطة شرطة وشغالة متخفية، وإنهم خلاص قربوا يمسكوا القاتل، وبتطلب منها إنها تبطل شغل الفترة دي عشان تحافظ على حياتها. لكن شيلي بترفض لأن وراها ديون كتير. فليندا بتقول لها خلاص على الأقل ما تركبيش مع حد سايق شاحنة لونها أزرق. وبعد كذا يوم نتيجة التحليل بتطلع وعينة الفايبر بتكون متطابقة، وليندا بتكون عايزاهم يروحوا يقبضوا على ويلسون. بس ديفيد بيقول لها الفايبر مش دليل كافي، ممكن تكون البنات ركبوا معاه قبل كده في العربية والفايبر كان موجود على جسمهم وبعدها ركبوا مع حد تاني وهو اللي قتلهم. لو رحنا بالدليل ده للمحكمة القاضي هيبرئه، لازم يكون معانا دليل أقوى. وديفيد بيكون عايز يراقب ويلسون لوحده لأن مفيش حد في القسم متدرب على موضوع المراقبة. لكن ليندا وكارتر بيرفضوا لأن الموضوع هيكون خطر عليه لوحده، وبيتفقوا إنهم هيراقبوه كلهم لغاية ما يمسكوا حاجة عليه. وليندا وكارتر بيراقبوا ويلسون وبيكون موجود في بيته، وبيكون شخص طبيعي جدا بيلعب مع بناته وعايش حياة سعيدة. وبعد شوية بيخرج من البيت وبيمشي وهما بيمشوا وراه، وبيروح مستشفى وبيلبس لبس أرنب وبيلعب مع الأطفال اللي في المستشفى. وبالليل بيمشوا وراه لغاية ما بيروح بيته، وبيكلموا ديفيد، وديفيد بيقول لهم يمشوا من المكان وهو هيبعت حد مكانهم عشان كفاية عليهم كده لأنهم قضوا وقت طويل. ولما بيمشوا ويلسون بيخرج بعربيته قبل المراقبة التانية ما توصل، وبيروح لبار جنب المكان اللي بيكون متجمعة فيه البنات. وهو خارج بيلاقي شيلي وبيعزم عليها تركب معاه وهي بتوافق. تاني يوم البوليس بيلاقي جثة شيلي ومقتولة بنفس الطريقة زي باقي البنات. وليندا بتكون شايلة ذنبها لأنها ما قدرتش تمنعها إنها ما تشتغلش الفترة دي، وبتلوم ديفيد إن هو السبب في موتها لأنه ما وافقش إنهم يقبضوا على ويلسون. بعد كده ديفيد وكارتر بيقدروا يجيبوا إذن من المحكمة بإنهم يزرعوا جهاز تناسق في عربية ويلسون، وبيلاقوا إن العربية عليها مخالفة مرور، فبيعملوا خطة. وكارتر بيوقفوا على الطريق على أساس إن هو ضابط مرور وبياخدوا الاسم عشان المخالفة. وعمال ما بيخلص إجراءات المخالفة ليندا والباقيين بيزرعوا جهاز التناسق في العربية. وليندا بتشوف الشريط اللاصق اللي كان بيربط بيه الضحايا في العربية، وكمان بتشوف الأسلاك، لكن ما بتقدرش تعمل حاجة لأن لسه مفيش دليل قوي ضده. وبالليل ليندا بتراقبه لغاية ما بيروح لبار، وهي ما بتقدرش تسيبه يدخل لوحده لأنها بتخاف إنه يقتل حد جوه، فبتدخل وراه. وهو بيشوفها وبيشبه عليها، بس هي بتعمل نفسها إنها ما قابلتوش قبل كده. ولما بيخرج بتمشي وراه، وبتعرف ديفيد إنها غلطت ودخلت وراه وهو شافها. وفجأة ويلسون بيقف بعربيته، فهي بتحود بالعربية وبتقف جنبه، وبيفضل يبص لها وبيكون عارف إنها بتراقبه. وبيمشي تاني بس بعد شوية بيقف على جنب وبيفتش عربيته، وبيلاقي جهاز التنصت فبيقوم مكسره. تاني يوم ديفيد والبوليس بيجيبوا مذكرة تفتيش وبيروحوا يفتشوا بيت ويلسون، وهو بيكونش موجود، وبيلاقوا علبة فيها ملابس داخلية من بتاعة الضحايا، وبيلاقوا كمان دم تحت السجادة اللي موجودة في العربية بتاعته. وبياخدوا عينة من الدم عشان يقارنوها بعينات الضحايا. بس كارتر بيقول لهم إن الموضوع كده هيطول، وكمان ممكن ما يعتدش بيه في المحكمة لأن موضوع الدي إن إيه لسه جديد، ومفيش غير قضيتين بس في البلد كلها اللي المحكمة فيهم اعتبرت إن الدي إن إيه دليل. واللي مصعب الموضوع كمان إن حتى الدم مش دليل كافي برضه، لأن ممكن البنات يكون ركبوا مع العربية على إنه زبون عادي واتجرحوا في العربية وبعدها نزلوا وركبوا مع حد تاني وهو اللي قتلهم. وليندا ما بتكونش عارفة تعمل إيه، وهي متأكدة إن هو القاتل بس مش قادرة تقبض عليه. وبعد كذا يوم ليندا بتكون بتراقب ويلسون قدام بيته وبتروح عليها نومة. والصبح ويلسون بيروح يصحيها وبيعرض عليها قهوة عشان يستفزها، وبيكون عارف إن البوليس بيراقبه وكل حاجة بقت على المكشوف. وبترجع ليندا الاسم منهارة، فديفيد بيصر عليها إنها تاخد أجازة عشان تريح أعصابها. بس ليندا ما بتقدرش تسيب القضية، وبتفهم ديفيد إنها هتروح البيت ترتاح. بس لما بتمشي بتروح المطعم اللي جنب المكان اللي فيه البنات. وفي الوقت ده بيكون في ضابط بيراقب بيت ويلسون بس بتروح عليه نومة. وويلسون بيستنى لما بينام وبيركب عربية تانية مخبيها ورا البيت وبيمشي بيها، وبيروح للمكان اللي فيه البنات وبياخد واحدة منهم. وليندا بتشوفه وبتمشي وراه بالعربية، والنهار بيكون قرب يطلع. وفي الاسم كارتر بيعرف ديفيد إن الدم اللي في عربية ويلسون طلع هو دم جويس. وليندا بتكلم ديفيد وكارتر في الطريق وبتعرفهم مكانها. وويلسون بيفضل ماشي لغاية ما بيوصل الغابة، وبيكون مكتف البنت اللي معاه وكان لسه هيقتلها بالشاكوش، لكن ليندا بتيجي من وراه بالمسدس وبتهدده، فبيطلع يجري من قدامها وهي بتفضل تطارده في الغابة، ولكن بيختفي من قدامها وبيستخبى. وبعد شوية البوليس بيوصل الغابة وبيلاقوا البنت في عربية ويلسون. وفي الغابة ويلسون بيهجم على ليندا وبيوقعها،
وبيقول لها إنه عارف إن هي اللي كانت متنكرة وسط البنات لما شافها في البار. وليندا بتسأله أنت قتلتهم ليه؟ فبيقول لها أنا ما كنتش عايز أقتلهم بالظبط، أنا كنت بستمتع بصوت صريخهم، ولو عليا كنت عايز أفضل أسمع صوت صريخهم أسابيع كمان قبل ما أقتلهم. وبيهجم عليها وبيحاول يخنقها، بس هي بتضربه وبتوقعه على الأرض وبتاخد مسدسها وبتهددها بيه. وويلسون بيفضل يستفزها عشان تقتله وما يتقبضش عليه. وليندا بتكون منهارة من كل اللي بيحصل وبتكون عايزة تنتقم منه وبتضرب كذا رصاصة. وديفيد وكارتر بيروحوا على صوت الرصاص، وبيطلع إن ليندا ضربت الرصاص في الأرض وويلسون بيطلع عايش وبيقبضوا عليه. بعد كذا يوم بيكونوا خلاص قفلوا القضية وويلسون هيتحاكم على الجرائم اللي عملها. وديفيد بيعرض على ليندا إنه هيرقيها في الشغل وهتكون شريكته في التحقيقات. وكارتر كمان بيعرض عليها إنها تنتقل للإف بي آي. وبيجي لها ورد ورسالة شكر من البنات اللي موجودين في منطقة رود 60، وبيشكروها في الرسالة إنها قبضت على القاتل وإنها خلتهم يحسوا إنهم بشر طبيعيين وإن ليهم أهمية. وبيخلص الفيلم. أتمنى يكون الفيلم عجبكم، يا ريت تعرفونا رأيكم في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا معانا في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد. سلام.